وتار انت ولا ايه؟ بس بقى عادة بقى لي بقى فترة بسهر اشتغل للأسف. برضو؟ ما الناس كلها بقى بتشتغل. ها؟ الموضوع اختلف عن زمان. زمان كنا نسهر تقعد تفخد كده وتبقى الدنيا حلوة، دلوقتي بقى ايه؟ ايه بقى التفخيد بالنسبة لك زمان بقى؟ كان عامل ازاي؟ بص والله هو من ساعة ما عملوا دراع بلاي ستيشن من غير سلك والموضوع اختلف خالص. دلوقتي بلاي ستيشن انت بتشغله من الدراع. فانت بتقعد بقى على الكنبة، فيلم يخلص تبدأ بلاي ستيشن، تلاقي اليوم خلص، تلاقي النهار طلع. بس فهو ده السهر والتفخيد بالنسبة لي بصراحة. بتتحرك قليل انت. ها؟ ايه رأيك؟ هنا واضح. يعني مش محتاج يعني لا يعني بتحرك قليل يعني لا. ايه حكايتك مع الاكل والطار بقى؟ هل انت بتحب الاكل فعلا؟ بتجوع فعلا؟ لا. اصل في حاجه في اختلاف بين الجوع وفي اختلاف بين التفاصيل. ايوه صح؟ لا ومش التفاصيل، كيف؟ كيف؟ طبعا. انت بتحب الاكل. يعني هقول لك حاجه اللي يخليك تصحى الساعه 4 الفجر نفسك تعمل بيض بالعجوه. الله. هو ده بقى ايه؟ ده مش جوع. هي دي تفاصيل وكيف. ما انت ممكن تاكل اي حاجه. لا يعني ايه اللي بيخليك تصحى من النوم بتفكر في بيض؟ يعني انا لو هصحى من النوم الساعه 4 الفجر اللي هتلاقيه افتح الثلاجه اي حاجه. طب هات جبنه رومي بقى، صباع محشي كرنب ساقع. الله سلام. عارفه المحروق يحلى غير وهو ساقع. هو انتوا بيفضل منكم اكل بيتحط في الثلاجه؟ اصلا تمام. لا ما هو يا جماعه لا ما هو هي الفكره فين؟ هو الاكل انت بتصحى هو بيبقى فيه زي ندى كده. ندى؟ معقول؟ سؤال ايه ندى؟ على الخيال؟ ايه ندى؟ يعني حاجه بتقول له اصحى عشان تاكل. نداء بيض بالعجوه. صوت البيض بالعجوه نداك تعالى. ان هو شيء من بعيد ناداني، وهو من المطبخ بقى اللي ناداني. هو بتروح الاكل هو المتعه الوحيده الحلال. الحلال يعني بقيه الحاجات كلها بس اللي بيعملوا ده برضه حرام. انا معاك. يعني البيض بالعجوه ده 4 الفجر انا معاك. ده اشد الحرام. يناديه كمان. ده يدخله النار. البيض بالعجوه ده حاجه خفيفه. احنا بنتكلم كده لا في اتقل. عمرك جربت فول بالعكاوي؟ اتكلم بجد. فول بالعكاوي جربته؟ لا طبعا، يعني ولا افكر اجربه. يعني ايه فول بالعكاوي؟ هجربه في مره. تمام. ايه العكاوي لوحدها ايمن؟ تهمه. انا اخر اللي سمعت عنه فول بالسجق اللي هو بيتقال اسكندراني بقى. وقال لك دول افتكسوا حاجه يعني بالعكاوي. في عظم في الموضوع. ايوه ما هو انت العكاوي بتاكلها عادي مش مع الفول يعني. ما انت اللي بيحصل انت بتعمل الفول بالعكاوي، بعد كده بتاخد العكاوي تطلعها بره تاكل الفول. بعد كده تمزمز في العكاوي اللي هو بتحلي بالعكاوي. الله يسامحك يعني. دي حاجه خفيفه بالنسبه لك. لا برضه بيبقى فيه حلو بعد كده، يعني مش الحكاوي بيبقى فيه حلو بيجي بعد كده. في حلو بعد كده اصلا؟ اكيد طبعا. ايه بقى يعني 4 الفجر بعد البيض بالعجوه؟ هو الافيه انه بيقول فول بالعكاوي دي انها اكل عاديه يعني اللي هو سندوتش جبنه. ما دقتوش بقى الفول بالعكاوي يعني. ايه الغريب بالنسبه لك طيب؟ لا وده العادي. ايه الغريب بالنسبه لي؟ لا في حاجات غريبه. ايه اغرب اكله اكلتها؟ اغرب اكله اكلتها فول بالليه. فول بالليه؟ راح نرجع كلنا في نفس واحد ولا؟ لا كانت اغرب اكله اكلتها. بص اصل انت لازم تدوقها. بس ده اكيد انت الوحيد اللي بتعمل ده. يعني اكيد مش تطلب مثلا من والدتك او من مراتك او من اختك انها تعمل لك حاجه زي دي. لا مستحيل. لا ما هو في حد عندك بياكل حاجه؟ لا انا عايش لوحدي اصلا. اخويا مع اخويا، انا عايش انا واخويا واخوك ايه بقى؟ لا اخويا رفيع عادي. لا بني ادم عادي بقى.